السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في القناة. من بعد هذا الغياب الطويل على الطبخ، صراحة من نهار مشيت المغرب ما حطيت شي حاجة ديال الطبخ، واليوم ان شاء الله قررت انني نشارك معكم واحد الوصفة اللي صحية 100% بدون مواد محافظة ولا مواد كيماوية، واللي عبارة على هذا الكيك الصحي اللذيذ. يعني ممكن ياكلوه حتى الناس اللي عندهم امراض بحال السكري، بحال يعني المعده، يعني القولون، اي حاجه. مهم دابا غادي ندوز معكم المقادير والطريقه ان شاء الله. هنا عندي 2 بيضات. الحاجه الوحيده اللي ما عنديش صحيه هو هذا البيض. الا عندكم البيض البلدي افضل واحسن. ما كاينش غادي ديروا هاد 2 بيضات. هنايا عندي 75 غرام ديال هاد الزيت. انا عندي زيت ديال الروز، وحيت حس لي تجنب هذيك الزيت المائده ماشي صحيه تماما. هنا خدمت يعني على على المقادير الطبيعيه. اللي ما عندوش هاد الزيت هادي يدير 75 غرام ديال الزيت البلديه اللي ما كتكونش فيها الريحه مجهده، ريحتها خفيفه احسن. هنا درت واحد السكر فاني كيعطي نكهه. هذا السكر فاني جبته من المغرب كيعطي نكهه زوينه. صافي وغادي نطرب مزيان هاد المقادير هادو. من بعد غادي ناخذ هنايا واحد اليوغورت طبيعي، يعني طبيعي بدون سكر. هذا الحجم ديالو 125 غرام. غادي نضيفو على داك الخليط. صراحه هاد الكيك هذا كيجي رائع ومعلك وبواحد المذاق رائع، يعني ما فيه لا سكر لا خميره كيماويه. هاد الجوج هادو اللي كيهلكوا لينا الجسم. حنايا ما كنجيبوش الخبار، كيعجبنا السكر، كيعجبنا الدقيق الابيض، كيعجبنا يعني هاد الاشياء اللي كتكون بمذاق زوين، ولكن ما كنعرفوش اننا كنضروا الجسم ديالنا وكنجيبوا امراض. هنا خديت نفس الحك ديال دانون، درت فيه العسل. نتوما غتاخدوا اي عسل عندكم، ماشي ضروري يكون عسل حور ولا، يعني اي عسل. يعني بحال الناس ديال المغرب راه عندهم العسل زعما بحال داك ديال الليمون ولا داك الزمزمي، ولا يعني يكون عسل ماشي السكر، ماشي داك السكر اللي كنصنعوه في البيت حيت هذاك غير سكر. مهم نتجنبوا السكريات، غنديروا غير الطبيعي. صافي من بعد غادي نديروا واحد المعلقه كبيره ديال خل التفاح باش كيحيد هذيك الزفوريه ديال البيض، وفي نفس الوقت كينفخ لينا الكيك حتى هو، كيساعد الكيك يطلع. حيت هنايا ما غاديش ندير انا الخميره. هنا خديت بيكربونات، انا بيكربونات ديال الصوديوم. عندنا حنايا كيصلحوا حتى هذا، حتى اللي كيك راه كيتباع دابا في جميع الاماكن، حتى في المغرب راه بان الناس غير درت معلقه صغيره عامره. الناس غيقولوا لي لا ما كاينش، كاين قبصه ديال الملح زدتها. كاين عندكم في كارفور، كاين عندكم في بيم، كاين في بيم شفتو، يعني بيم كاع جميع المدن فيها بيم راني شفتو كاين عندهم تما. يعني من الاحسن الواحد يتجنب الخميره الكيماويه، ما فيها حتى شي منفعه للذات هذيك، يعني هذيك الماده كتضر وكتجيب لنا الامراض. وما كاينش دابا شي بيت اللي ما كتلقاش فيها النص ديال الاسره مريض. كتلقى الزوجه مريضه، الزوج مريض، الابناء مرض، كلشي مريض. دابا حتى اطفالنا الصغار مرض بسبب هذا الاكل الغير صحي اللي كنعطيوهم. صافي من بعد ما خلطت هذا الخليط هذا كما لاحظتوا، درت معلقه صغيره ديال البيكربونات ودرت واحد قرصه ديال الملحه. صافي وكنحيد عليا الاشياء اللي كنسالي منها، كنحيدها كنقصها. هنايا خديت الفواكه الجافه، خديت شويه ديال الكركاع، غير شويه، واحد 2 معالق كبار من الحاجه كافيه ديال اللوز والكركاع وهذاك الزبيب. صافي وخديت هنايا حبوب الشوكولات السوداء بدون سكر. هذا السوداء اللي بالكاكاو والمور، هذا يعني تجنبوا السكريات. ما كنهضرش انا على العسل الحار ولا هذا، لا، السكريات يعني السكر الابيض، الاشياء اللي فيها السكر الابيض. هاد السكر الابيض هو اللي كيجيب لنا التهلكه.
وهنايا غادي نضيفها على الخليط وغادي نخلط مزيان. الناس اللي قطعوا السكر صراحه لقاو ان صحتهم ولات كترجع كما كانت. هنايا عندي 180 غرام ديال الدقيق القمح، يعني اش نقولوا حنايا بالطليان الانتغرالي، وبالعربيه هذا يعني الدقيق بنخالته. غير حنايا انا خديت بيو، كناخذ هاد بيبي فيردي. الناس اللي هنا في الطليان انا كناخذ لا مارك ديال بيبي فيردي، سواء في الطحين الابيض او الانتغرالي او في سيمولا. هانتوما كي كتلاحظوا بنخالته، عندنا حنا نخاله رقيقه، يعني واخا كنصايبوا بها لي غاطو ولا الحلويات يعني كيجي زوين. يعني 180 غرام كنضيفها شويه بشويه صافي، وكنخلطها مزيان. فهاد الاثناء تنكون مسخنه الفرن. يعني الواحد كل ما تجنب هاد الاشياء كل ما باذن الله صحته غتولي مزيانه. لحقاش انا بعدا مني وجبت يعني ما عرفتش، يعني كنحس بالامراض غادي وكل مره شنو كيضرنا، مره يضرنا مصران، مره المعده، مره يضرنا مفاصل، مره يضروني رجلين، مره يعني هذا الشيء غير طبيعي تماما. هنا خديت واحد المول ديال 24 سنتيم، عندي هنا 24 سنتيم. اللي بغى يكبر الكيك يضاعف المقادير، يدير مثلا 4 البيضات، يدير مقادير ضعفة. ولكن يعني هذا الكيك ديال الحجم 24 سنتيم راه كيجي كبير، وغادي تشوفوا من بعد ما غادي يطيب كيفاش غادي تنفخ الكيك. هنا غادي نضيف شويه ديال هاد الزيت هذا اللي قلت لكم، زيت الارز. اللي ما عندوش زيت الارز يعني خدموا بالزيت البلدي، وكتكون ريحته خفيفه، يعني ما تكونش مجهده. هذاك ما غادي يعطيكم حتى شي مذاق خايب الكيك. راه كتبع الزيوت هكا البلديه، يعني كتكون هكا ناقصه. وغادي نضيف شويه داك دقيق ديال القمح باش ما تلصق لياش. اللي بغى يدير بابي كويسون يديرو باش ما تلصق ليش الكيكه من تحت. انا في الحق نسيت ما درتوش صافي. وغادي نخلط هذا الخليط مزيان، وغادي نكبو في هذا الاناء هذا بهكا. كيجي صراحه هذا الكيك كيجي رائع ومعلك، وكيجي بواحد المذاق ما نقول لكمش، يجي زوين 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 زوين. اللي كتبغي حتى القرفه ممكن تزيد القرفه. القرفه كتعطي مذاق زوين صراحه لهاد الحلويات هادو. انا ما درتهاش، المهم لي كاضافه وصافي. صافي هنايا من بعد ما كملت غادي نديه للفرن اللي قلت لكم ساخن صافي، وغادي نخليه يطيب ليا. لا يعني ملي كنسخن الفرن انا نقصت الحراره، وصاني الا كان الفرن سخون يعني ديروها غير في 140 وخليوها طيب على خطرها. يعني انا عندي فران ديال الضو، درت ليها الفوق والتحت ونقصت ليها العافيه غير 140. الفرن ديال الغاز طيبوها من التحت على عافيه مهيله شويه يعني متوسطه، ومن بعد طيبوها عاوتاني من الفوق. وكما كتلاحظوا هنا من بعد ما طابت خرجتها من الفرن. لاحظوا كيفاش منفوخه، كيجي الكيك بحال تقولوا راني دايره بالخميره الكيماويه. صراحه ما كيجي حتى شي فرق، والمذاق كيجي رائع. كاينين الناس اللي يقولك لا وهذاك بيكربونات ديال الصوديوم راه غادي يدير شي مذاق، ما كيدير حتى شي مذاق، بالعكس بحالو بحال الخميره كيجي في الكيك، ما كيعطيه حتى شي مذاق. يعني مذاق ديالو ما كيعطيش مذاق صراحه، ما عدا الا درتيه في الماء اللي كتحسي بالمذاق ديالو. من بعد ما خليته تبرد حيدته من المول ديالو ودهنته بالعسل هذا العسل. ومن بعد غادي يعني كنزينوه، اللي بغى يخليه غير عادي خليه عادي، اللي بغى يدير ليه الكوك يدير ليه الكوك. انا هنايا زينته بشويه ديال اللوز ايفيلي محمر، ولا واحد كيدير زين اللي بغى. قلت لكم كي غير عادي كيجي زوين حتى عادي حتى بلا شي حاجه.
سبحان الله داك المذاق ديال العسل وهذا كيعطي واحد المذاق رائع جدا. ولا ممكن ديروا اللوز كونكاسي، ديروا اللي بغيتو. مهم اللي كيهم ان الكيك صحي لا غير، يعني ما من غير داك البيض اللي يعني ما كيتوفرش. حنا عندنا هنايا البيض البلدي بزاف، يعني ما كاينش، قليل الا مشينا عند صحاب الجبال ولا هذا هادوك عندهم كيكون. اما يعني باش في السوبر مارشي ولا ما كنلقاش. المهم بعد الصديقات قالوا لي راه كاين في السوق، ان شاء الله حتى الخميس ونمشي للسوق نشوف لقيتو ناخذه. احسن الواحد بعدا الا عطى فلوسو كيعطي شي حاجه صحيه ليه ولولادو. هنايا لاحظوا الكيك من بعد ما قطعته كيجي، ها نتوما كيجي مفشفش وما نقول لكمش معلك، ومذاقه رائع جدا. ودوك الفواكه الجافه راه كتبان للداخل كما لاحظتوا. صافي هنا قطعته كما كتشاهدوا، يعني كانت هذه هي النتيجه الاخيره. جد رائع 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 وصحي. من سميتو هذا يعني كان يعني واحد الوصفه صحيه اللي قدمتها. يعني هكا كاع الناس اللي عندهم الامراض، خصوصا الناس السكري. يعني بحال دابا عماماتي انا ما كيقدروش ياكلوا السكر الابيض ولا ياكلوا الدقيق الابيض. انا جبت لكم عماماتي هاد الوصفه هذه، ممكن ديروها هنا. من بعد ما خليتها يعني صورت وساليت التقديم، حطيتها في هاد يعني في هاد الباطه اللي خاصه بالحلويات، وسديت عليها باش ما كيضربهاش الريح. وصراحه كانت هذه هي الوصفه اللي شاركت معكم، صحيه ولذيذه. وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى، وطبعا غتكون صحيه، ما غنبقاوش نستعملوا دوك قوت الحلويات اللي كيكونوا بالدقيق الابيض وبالسكر. هذاك الشيء غير صحي. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. مع السلامه.